ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبتي؟ النهاردة هنحكي حدوتة مطور ليلى. جاهزين؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان في بيت دافي مليان ضحك، كانت عايشة بنوتة اسمها ليلى. ليلى دي ما كانتش بنوتة عادية خالص. ليلى كان جواها موتور صغير، تصحى الصبح تجري، تيجي تاكل، تتحرك على الكرسي، تتفرج على كرتون، تقوم ترقص فجأة. حتى وهي بتحكي ايديها ورجليها ما بيبطلوش حركة. ماما كانت ساعات تضحك وتقول: يا ليلى، انتي فيكي بطارية مش بتفصل ولا ايه؟ بس في يوم حصل موقف صغير خلى ليلى تزعل شوية. في المدرسة الميس كانت بتشرح الدرس وكل الأطفال قاعدين هاديين إلا ليلى. كانت بتتحرك وتلعب في شعرها وتبص يمين وشمال وتقوم تقف وتقعد. فجأة ولد قال لها: انت ليه مش بتقعدي يا ليلى؟ ليلى سكتت وبصت في الأرض، أول مرة تحس إن حركتها دي ممكن تكون حاجة وحشة. رجعت البيت وهي هادية خالص، وده كان أغرب من أي حاجة. ماما لاحظت فورا وقالت: في ايه يا ليلى؟ فين الموتور؟ اتكسر ولا ايه؟ ليلى قالت بصوت زعلان: انا تعبانة من نفسي، انا بزعج الناس عشان انا بحب اتحرك كتير. ماما قعدت جنبها ومسكت ايديها وقالت لها: طب تعالي نحكي حكاية صغيرة. كان في زمان فراشة جميلة جدا، بس كانت مختلفة عن كل الفراشات. كانت أسرع منهم كلهم وما بتقفش كتير. باقي الفراشات كانوا بيقولوا لها: اهدي شوية، بس هي ما كانتش عارفة لأنها ببساطة اتخلقت كده. وفي يوم حصلت مشكلة كبيرة في الغابة. زهرة صغيرة وقعت في مكان بعيد ومفيش ولا فراشة عارفة توصلها بسرعة. مين بقى اللي قدر ينقذها؟ الفراشة السريعة. وقتها كلهم فهموا إن سرعتها مش عيب، دي ميزة. ليلى بصت لماما وقالت: يعني أنا زي الفراشة دي؟ ماما ابتسمت وقالت: أيوة، بس محتاجة تتعلمي إمتى تشغلي الموتور وإمتى تهديه شوية. ومن يومها ليلى بدأت تلعب لعبة جديدة اسمها تشغيل وإيقاف. وقت اللعب موتور بأقصى سرعة، وقت المذاكرة تهدي شوية وتركز، ووقت النوم تقفل الموتور خالص. وبقت تقول لنفسها: أنا مش مزعجة، أنا نشيطة بس بذكاء. وفي المدرسة الولد قال لها: انتي لسه بتتحركي كتير. ليلى ابتسمت وقالت: بس دلوقتي أنا بعرف أتحكم في الموتور بتاعي. ومن ساعتها ليلى بقت أحلى فراشة في الدنيا، سريعة لما تحب وهادية لما تحتاج تكون هادية. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟